احنا بنزق الصخرة بتاعت الوطن واحنا في منحدر الصعود. لو حد فينا ظن انه لما يتراخى تقع الصخرة تصيب من يدفع وتسيب اللي ما بيدفعش، يبقى غلطان قوي في تصوره. فما فيش مانع، الاوطان بيحصل فيها كده والثورات بيحصل فيها كده، وانا رئيس دولة بعد ثورة، يعني ممكن نضحي بشوية عشان الوطن كله يمشي، مفيش مشكلة بتاتا. يا عيني ما ابدعك ما اروعك. لكن اللي هيحط صبعه داخل مصر هقطعه. اذا حد فكر يعمل كده هقطع الصباع ده. انا شايف صباعين ثلاثة بيتمدوا جوه. وراح شايل ايده من على ايدها وراح مددها جوه. حطها جوه. تصور. جوه فين؟ في حد في المنصورة اسمه فودة بيأجر البلطجية، وفي حد في الشرقية اسمه عاشور بيأجر البلطجية، وفي حد في المعادي بيأجر البلطجية وبيديهم فلوس وسلاح. اللي بيحاولوا انه متصورين ان هم يهربوا من قدام عيني ويروحوا في حارة مزنوقة علشان يعملوا حاجة غلط. كلكم بتشتغلوا، كلكم تجار. البورسعيدية اهل بورسعيد، الرجالة والستات والولاد والبنات كلهم كسيبة. يا دي النيل قروا بقى على العالم. لقينا في ناس واقفين فوق اسطح المنازل مع مرات قريب من السجن بيضربوا بالرشاشات. طب فقلنا نطلع طيارتين من الجيش يمروا كده، بس طياره هتضرب واحد تبقى فضيحه يعني. امال ايه؟ قلنا هيخافوا يعني لما الطياره فضربوا على الطياره، فكانت ممكن الطياره تقع لانه معاه جرينوف، معاه حاجه غريبه. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. هؤلاء اذا تناغموا وتكاملوا ينهضوا ينطلق. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا؟ فلنتحمل جميعا ولنعلم ان العدو غدار وانه خسيس وانه لا يتمتع بالرجوله وانه ياتيك من حيث تترفع انت عن ان تتداخل معه. والله العظيم يا جدع ده انت هايل، والله العظيم يا جدع. والله الوزاره شغاله باقصى طاقه كل يوم، لكن من الحاجات الظريفه ان يجي واحد من اياهم بتوع النظام القديم المجرم ده على الولد اللي قاعد في المركز عنده التحويله بتاعت الكهرباء. المركز فيه 40 قريه ولا 30، 3 خطوط. هو مطلوب يخفض في اليوم ده مثلا 6 ساعات. هيعمل ايه؟ يروح منزل السكينه بتاع خط واحد وروح، واحنا قاعدين يوم الناس تطاق 6 ساعات. بكره يطلعها وينزل الثانيه ويروح، واحنا قاعدين. الولد ده حد مديله 20 جنيه وقال له روح واحنا قاعدين. انني اذا اضطررت سافعل وها انا افعل. هو مين ده؟ انا عارفه يا ابني. لحل مشاكل الناس، للوقوف امام الازمات المفتعله وامام فلول الشعب، فلول الحزب الذي انحل ولن يعود. هؤلاء الذين يتحركون ويفتعلوا الازمات، الوقود، البوتاجاز، انتم تعلمون ما يجري على الارض، المرور، الامن، عدم الاستقرار، الايحاء بان مصر فيها مشاكل ولن تحل. الفلوس معايا، وقول له كمان البضاعه معايا، والبضاعه كمان معايا، وقول له ما تاخد